مساء الخير يا بنات. معاكم مطبخ ام الحبيبه مها. عاملين ايه يا بنات؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا. بقالي فتره مش بنزل فيديوهات للظروف كده يعني. تمام. النهارده بقى ايه، قلت انا ماليش نفس للطبيخ، فقلت بقى اقوم ايه، قلت يا بنت قومي بقى اعمل لك ايه، حبه حواوشي. تمام. معايا هنا بقى ايه مقادير. معايا كيلو لحمه مفرومه، معايا ليا، معايا بقى بهارات حواوشي، معايا كمون، معايا توم، معايا بهارات لحمة، فلفل، ملح، جوز الطيب. تمام. وحزمة بقدونس. معايا هنا بصل وفلفل حراق وفلفل عادي. تمام. طبعا انت ممكن تستكفوا بس بالفلفل العادي من غير الفلفل الحراق. ومعايا عيش بلدي، او ممكن تعملي عيش، بس انا طبعا عايزه اعمل اكل سريع، مش عايزه اعمل عيش دلوقتي. بس ان شاء الله هبقى اعمل الوصفه دي معاكم ايه، بالعيش. دلوقتي بصوا، انا هنقول بقى ايه مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، انا هنا حطيت بقى في الكبه بتاعتي البصل والفلفل التاني الحراق. ماشي. هضرب الكلام ده مع بعضه. ماشي. وهرجع لكم تاني بعد ما اضربه عشان بس الصوت. بعدين هقول لكم بعد كده هنعمل ايه في الباقي المكونات. تمام. بصوا يا بنات، انا الكبه بتاعتي اهو حطيت فيها الحاجات، وهحط فيها التوابل، وهحط فيها البقدونس، وهضربهم مع بعض. وهرجع لكم تاني بعد ما اضربهم واوريكم بقى هنعمل ايه الخطوه اللي بعد كده. طبعا الاكله دي سريعه وسهله وكده. على فكره ممكن تعملي حواوشي فراخ، هبقى اعمله معاكم برضو حلو قوي. تجيبي فراخ وتضربيها، تبقى كده يعني شبه الكفته اللي بنعمل منها برجر وحاجات. تمام. وهرجع لكم تاني ان شاء الله، هضربها وارجع لكم تاني عشان الصوت بس. طبعا اللي يعجبه الفيديو بقى ما ينساش يعمل لي لايك، وما ينساش يعمل اشتراك، وما ينساش يقول لي بقى كلمتين حلوين كده عشان تشجعوني. تمام. هضرب الكلام ده وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات، النص كيلو اهو زي ما قلت لكم عمل لي 7 ترغيفه، ولسه باقي الحته دي من النص كيلو. دي ممكن اعملها برجر او هشيلها او اعملها على مكرونه، يعني لسه حسب بقى ما انا ايه ما هعمل. او اشيلها وابقى اعملها مره تانية برضو. ما عنديش وقت وعايز اعمل اكل بسرعه فهعمل اهو كده. بصوا دي السمنه اهو، بدهن كده وش وظهر. جربوا الاكله دي يا جماعه، تعجبكم جدا 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 جدا. بصوا انا كده دهنتها وش وظهر اهو. واروح بقى ان شاء الله احطها على الصاجه بتاعه الفرن، هوريكم ايه وانا بحطها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وهوريه لكم ان شاء الله لما يطلع، واوريه لكم وهو مستوي. قدمي. انا طبعا كنت عامله طحينه معاكم قبل كده في الفيديو لو تفتكروا. انا عندي منها، اخدها وافك منها حبه كده بحبه ميه وليمونه، واقدمها جنبه. وعندي كاتشب، عندي مايونيز، قدميها لولادك هتبقى حلوه قوي. النهارده بقى يوم الجمعه، عاملين اكله كده سريعه وخفيفه وحلوه. بس خلصها انا كده بقى وارجع لكم. تمام. بصوا يا بنات، احنا بنفتح العيش اهو. اوريكم بس طريقه فتح الموضوع ايه، مش ازمه يعني، بطريقه سهله جدا بالراحه اهو كده اهو. بصوا اتفتح كده اهو. بصوا اللحمه بتاعتنا اهي، وجايبه زبده اهي كده. بصوا هي بتاخد حته اهو من اللحمه. بصوا هفردها كده. خدت حته كورتها في ايدي كده زي الكوره، وبعدين ايه افردها جوه الهمبرجر، جوه الحواوشي اهو كده. طبعا تخلي الراجل يفرم لك اللحمه ناعمه جدا عشان تستوي معاكي. تمام. بصوا افضل اتك عليها بايدي كده عشان تتفرد جوه. افتح بقى هوريكم اهو شكلها جوه بقت عامله ازاي. اتفردت بطول الساندوتش
بس كده. هعمل واحدة تانية معاكم اهو، عشان اروح انا بقى ايه هكمل الكلام ده كله اهو كده. هفرده كده معاكم، وطبعا هدهنها من بره من ناحيتين، وش وظهر بالسمنه بتاعتي. انا جايبه سمنه اهي، بصوا مسيحاها. ممكن تعمليها بزيت عادي يعني لو ما عندكيش سمنه، يعني مش ازمه يعني. هي اصلا كده كده جواها ليا وهتسيح وهتسوي الساندوتش. هتقولي لي اللحمه هتستوي جوه ازاي؟ هقولك ان هي فيها ليا من جوه، وديت لوحدها هتسوي الحواوشي. هتسيح مع النار وهتسوي الحواوشي. طبعا انتي دهناها من بره وجوه عشان تدي للعيش ايه لون، وفي نفس الوقت يبقى ليه طعم. انا عايزه اقول لكم جربوها بالوصفه بالطريقه دي، هتعجبكم قوي قوي قوي، وريحتها جميله. هرجع اقول تاني ان فيها ليا جوه، هتسيح وهتسوي اللحمه. عشان في ناس هتقول ايه ده، طب هي ما حطتش من جوه اي دهون؟ لا، انا حاطه ليا. اللحمه فيها نسبه دهون، واللحمه فيها نسبه دهون، واحنا حاطين ليا. اتك عليها كده. هروح اخلص انا بقى وارجع لكم تاني. يا بنات، ده نص كيلو لحمه عمل لنا 7 رغيفه دول اهو كده، وفاضل حته اهي. بصوا انا هدهن اهو الرغيف قدامكم اهو كده. هدهنه يمين وشمال، فوق وتحت. هدهنه بقى كله بالشكل ده، واللي هدهنه واركنه على جنب، وبعدين اروح احطهم على الصاجه بتاعت الفرن. ده نص كيلو بنات اهو، عامل معايا 7 رغيفه زي ما قلت لكم اهو. بصوا شكله اهو كده، ودهنته اهو كده، وهدخله الفرن دلوقتي معاكم. هحطه على الصاجه اللي فوق، وهوريه لكم ان شاء الله بعد ما يطلع، واقدم جنبه بقى طحينه وحاجات كده زي ما قلت لكم. ماشي، هرجع لكم تاني بعد ما يخلص كده. الحواوشي اهو احنا قلبناه الناحيه التانية، هنفضل نقلبه كده يمين وشمال لحد ما يستوي، وارجع لكم تاني. حبيت بس اوريكم معايا خطوه بخطوه. بصوا يا جماعه، الحواوشي بتاعي اهو طلع، وهقدم جنبه كده طحينه كاتشب مايونيز. تمام، هفتحه بس من جوه كده اوريهولكوا. بس حبيت اوريكم شكله كده من بره، هوريهولكوا برضو من جوه دلوقتي. بصوا يا جماعه اهو من شكله كده من جوه اهو. بصوا اللحمه مستويه ازاي، بصوا اهو ما شاء الله اهو. هو كمان مقرمش وجميل اهو. جربوه بقى الوصفه ديت وهتعجبكم اهو. شكله كده من جوه اهو كده، وطعمه عامل زي اللي بره بالظبط، وحلو قوي. تمام، يا رب بقى تكون الوصفه النهارده عجبتكم، ويا رب اكون قدرت افيدكم بحاجه. ومتنسونيش بقى باللايك والشير، ولسه مشتركش في القناه انزل اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. وان شاء الله بقى اجيلكم بوصفات تانية حلوه كتير. العيد الكبير جاي علينا، وان شاء الله نعمل وصفات تانية حلوه كتير مع بعض. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.